عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم انا بغيت نشارك معكم واحد الوصفيله بالدجاج هي مالحه، يعني غادي نديروا فيها الدجاج وغنديروا فيها الخضر. انا ما عندي لا عراضه لا كوموند لا والو، بغيت نديرها غير للدار، بغيت نشاركها معكم. بسم الله على بركه الله. هنا عندي واحد نص ديال الدجاجه، حيت ليه الجلده وفلحته على هذا الشكل هذا، يعني باش تدخل فيه العطريه. العطريه اللي غادي ندير ليه هي غادي ندير ليه عصير ديال الحامض، وغادي ندير البزار. نتوما كديروا على حساب الكميه اللي عندكم. شويه ديال التحميره، غادي نعطيه المذاق ديال الحوت، ديال العطريه ديال الحوت. دير فيه سكينجبير، صوص صوجا، ثومه غبره. الثومه انا نديرها معكم في القناه هذه، يعني مصوباها في الدار، يعني كتكون ريحتها زوينه بزاف، يعني كتكون عاطيه. ولا ما عندكمش كتشريو هذيك الجاهزه. هذه الهريسه، يعني حتى هي على حساب الذوق. هذه عندي هريسه حاره بزاف، غادي ندير منها غير القياس. ندير زيت الزيتون، الملح على حساب الذوق. يعني كاين الهريسه انا حيت مصوباها في الدار ما ديرهاش مالحه بزاف، ماشي بحال ديال اللي كناخذوا من برا. لا غندير شويه ديال الملحه، وصوص الصوجا حتى هي راه شويه المالحه، يعني كنحاول ما كنكثروش هذيك الملحه. غادي نزيد عليهم واحد شويه ديال الزبده. عرفوا الزبده يعني كتطري الدجاج بواحد الشكل الصراحه اللي هو رائع، كيجي داك الدجاج فتيم بزاف، وفي نفس الوقت كيكون شاد راسو، يعني ماشي كما كنقولوا طاب تفات الطياب ديالو، واخا كيطيب كيبقى مجموع. صافي هنا غادي نرقد هاد شويه ديال القزبر يابس، واحد المعلقه صغيره حتى هي. صافي نحاول ندخل هاد العطريه في هاد الطريفات هادو ديال الدجاج، وكنخليها ترقد فيهم. كما كنقولوا الا رقدنا الدجاج يعني قد ما خليناه شرب هذيك العطريه كيجينا لذيذ. صافي غادي نخليه يترقد. هنا عندكم اختيار، انا ما ننصحكمش تبخروه. علاش؟ حيت كنقول انا الا درتوه غير في الكوكوط، بخرتوه في الكوكوط يعني ماشي في الكسكاس ديال مع الماء، كتبقى فيه هذيك العطريه ديالو. غير الا بخرناه في الكسكاس ودرناه في البرمه، ديك العطريه كلها كتنزل. ولا تقدروا ديروه في الفران. انا غنوريكم الطريقه اللي غندير ليه هنا. انا خديت واحد الكوكوط على حساب تكون مزموطه على حساب هذوك الطريفات اللي عندكم نتوما ديال الدجاج. انا خديت هاد الكوكوط صغيره، درت لها هاد البابي سيلفيغيزي ودهنته بالزبده، وغادي نسرح فيه هاد الطريفات. في نفس الوقت غادي يبقاو كيترقدوا، ما غاديش نطيبهم دابا باش غير منين هذاك ما نبقاش نحول فيهم. شوفوا كندير ليه هاد العطريه ديالو. ملي كنخلي نعطيه الوقت ديالو ساعتين ولا ساعه ونص، ولا على حسب الوقت اللي عندكم. المهم اقل شيء يعني كيكون واحد الساعه ونص اللي كيكون فيها مرقد مزيان، هذه اقل وقت. صافو كنقصوا البوطه على جهدها، يعني كنخليوها عافيه مهيله. كنسد الكوكوط وكنخليها على هذيك العافيه مهيله كما قلت لكم.
صافي حتى كنحس به راه طاب، ما كندير ليه لا ما لا والو، يعني غير هادشي اللي كتشوفوا فيه العصير ولا هذاك هو اللي غيطيبو. وهذيك البوطه ملي كنكونوا ناقصين هي اللي فاش كتزمط عليه وكيطلق الماء ديالو. صافي دابا انا غنخليه يترقد وغادي نرجعو طيب، وتشوفوا معايا الحشوه اللي غادي الخضر اللي غادي نرافق معاه. هنا خديت واحد جوج بصلات صغار شلطتهم، يعني كتشلطوهم بحال ما كرقق ولا ديروهم في الهاشوار، ديروا فيهم واحد شويه الزيت المائده، ولا كتفضلوا زيت الزيتون، شويه ديال الملح. انا كندير بحساب صوص الصوجه راه عندي، واحد شويه ديال بودره الثوم، واحد المعلقه ديال الزبده، صافي غادي نديرهم فوق البوطه تتشحر هذيك البصله، عاد غنزيد عليها هذوك الخضار. هنا غتشوفوا معايا الخضار اللي غادي نشحر مع هذيك البصله. انا خديت هاد الماكينه هادي، تقدروا ديروا هادي، تقدروا ديروا الحكاكه. خديت ليشو، يعني القياس اللي عندكم، بحال انا خديت واحد النص ديال ليشوه صغيره. انا حاكه خيزو وكورجيت، غادي نحاول ندوز هذه كامله في هاد الحكاكه هذه، يعني تكون غليظه، من الاحسن تكون غليظه ما تكونش في هذيك الرقيقه، باش كتبقى الخضره، حيت حنا غادي غير نصوطيوها باش كتبقى شاده هذيك الفورمه ديالها، ما تذوبش لينا هذيك الخضره. اللي كتشوفوا فيها الشكل ديالها، يعني طحناها في هذيك، دايره في ديك الحكاكه الغليظه. نتوما تقدروا ديروا غير ديك الحكاكه ديال اللي درك فيها هي الجهه الغليظه والجهه الرقيقه، كتحكم فيها. هنا غادي ندير واحد البطاطا. خضر كديروا نتوما القياس اللي عندكم، بحال دابا انا درت هذيك كما قلت لكم، هذيك لي شويه صغيره، درت غير النص ديالها، وخديت هاد البطاطا هذه كبيره، شوفوا كيفاش خرجت ليا غليظه، يعني باش كتبقى شاده، حيت مازال باقي تابعها الفران، يعني كيفاش كتجي في الطياب ديالها هي هذيك. وخديت واحد 3 ديال الخيزوات، وجوج ديال الكورجيطات، واحد 3 ديال الدنجالات. الدنجال تا هو شويتو، نتوما غتشوفوا معايا ديما كنبغي ندير لكم طريقه ومقادير باش ما نكثرش عليكم في طول عليكم الفيديو. صافي دابا ملي تقلات هذيك البصله، صافي غادي نزيد عليها هذوك الخضر كامله. خيزو، شوفوا الشكل ديالو حتى هو كيفاش كيكون واقف. كورجيت، وملي غنديرهم فوق البوطه، يعني ما غاديش نحاول نكون مجهده البوطه باش ما يطيبوش ليا، يعني غير يتشحروا باش يبقاو شادين ليا هذيك الفورمه اللي بغيت. صافي كنبقى نشحر فيهم مزيان فوق البوطه حتى كيتشحروا. هما دابا ملي تشحروا شوفوا الشكل ديالهم، يعني باقي كيبان لكم واقف. عاد غنزيد عليهم هذيك العناصر الاخرى. هنا عندي كما قلت لكم جوج ديال الدنجالات اللي شويتهم وقطعتهم وصفيتهم، والفلفل الحلوه بغيتو ديروا جوج 3 على حساب اللي بغيتو. درت هنا واحد العلبه ديال الشامبينيون، الا عندكم هذاك الطريق كتقدروا ديروه، علبه ديال المايس. نحاول نحركهم مزيان، نخلط هذيك الدنجال مع الفلفله باش كيطلق لي ديك الريحه ديال الفيمي. هاد الوصفه هذه شفتها وعجباتني صراحه، وجربتها وقلت غادي نشاركها معكم. غير جربوها حتى نتوما، راها كتجي زوينه بزاف. هنا درت القشور ديال الحامض مصير، يعني القشور واللب. وهنايا خديت واحد جوج الباكيات ديال الفيرميسيل، يعني درتهم في المطيب حتى رطابو، وصفيتهم وقطعتهم وزدتهم حتى هما عليها، يعني ونحاول نخلط كلشي بهاد الطريقه هذه.
هنايا ملي شحرت هذيك الخضره كامله، زدت عليها هذيك الفيغميسيل وعاود شحرتها صافي حتى كتولي بحال ما هكا. شفتوني راه مازال ما درت لها لا عطريه لا والو. هذا هو الدجاج اللي طاب، انا فرتته فغادي نزيدو عليها. وهذه هي لاصوص اللي خرجت ليا من هذاك الدجاج. ها هي فيها العطريه، فيها الزيت، فيها كل شيء. يعني غنديرها عاد غنحاول نزيد شويه ديال العطريه. هنا عندي الفرماج، واحد شويه ديال الفرماج، قزبر معدنوس، الزيتون مقطع، عصير الحامض، وغادي نزيد شويه ديال صوص الصوجا، ونزيد شويه ديال الهريسه. يعني اللي كيبغي الحار يديرها شويه حاره. في العطريه غنزيد غير شويه ديال البزار، غنزيد كميه قليله، خرقوم بلدي، شويه ديال التحميره، كينجبير، هنا شويه شويه حيت باقا عندي العطريه في هذاك. وهنا غندير الكمون. هاد العطريه هادي علاش درتها حتى الاخر، ما بغيتش نطيبها مع هذيك مع الحشوه. بغيت نخليها، هي اصلا غادا تدخل الفران، بغيت نخليها بحال ما هكا صافي باش تبقى عطياني هذيك الريحه ديال العطريه في البسطيله. صافي دابا غنخلطها كامله وغادي نديرها في واحد الشبكه حتى تسقطر مزيان، عاد غادي نخدم بها. ها هي ملي بردت لينا الحشوه، يعني درتها في الشبكه صفيتها تسقطرات مزيان من هذاك الماء ديالها، كتبقى ناشفه. صافي ديما نوجدوا الحشوه نخليوها تبرد، يعني منين نبغيو نمونطيوها عاد ديك الساعه نجيبوا الورقه هذه باش كتجيكم ساهله. انا غندير في هذا المول الطويل هذا، نتوما الاختيار كيبقى لكم نتوما. هنا عندي زيت وزبده، الزبده كندوبها حتى ما بقاش فيها داك الماء ديالها، وكندير الزيت. ديما الزيت يكون كثير شويه على الزبده باش كتبقى هاد الورقه مقرمشه. صافي نحاولوا نفكوها بحال ما هكا. درت لها شويه ديال التحميره. هاد المالحين ديما كنبغي انا ندير لهم بحال ما هكا اللون باش كيعطيو لون زوين. صافي كنستفو. انا خديت هاد الورقه ديال البخار. الورقه ديال البخار كتكون زوينه، كتعطي واحد القرمشه اللي هي زوينه صراحه. انا كنت دايره معكم شحال من مره البسطيله، غير بغيت نعاود معكم هاد سميتو باش تشوفوا الطريقه. ديما الجهه الملسه كنديروها من التحت على المول، وهذيك الحرشه كتكون من هنا من الفوق. غادي نحاول نلبس هذاك المول كامل بهذيك الورقه. هنا وكتشوفوا في المول هو مستطيل، وغادي ندير 4 ديال الورقات في الجناب ديال الورقه. هاد الورقه ديال البخار كتكون رقيقه، يعني حيت الا ما جيتوش ديروا ليها الطريقه هذه اللي غندير ليها انايا، حيت كون كانت العاديه ما غاديش نديروا 4 ديال الورقات ديال البسطيله كاملين. يعني البسطيله يعني كنقولوا الورقه الكبيره ماشي الورقه ديال البريوات. الا ما جيناش نديروا هاد الطريقه هذه كتحل لينا من الجناب، حيت هي كتكون مقرمشه وكتكون رقيقه، كتحل لينا من الجناب وكتخرج لنا الحشوه. ديما كنديروا الاحتياط ملي كتكون عندنا الورقه ديال البخار، كنحاولوا نكثروها بحال ما هكايا بهاد الطريقه هذه. درت هذيك واحد الورقه ديال تنيتها على جوج ودرتها الوسط باش كتشد ليا هذيك القاعده.
هنا هذيك الحشوه غادي نقسمها على جوج. النص غادي نديرو لتحت باش غادي نفرق الفرماج بيناتهم. واخا انا دايره فيها الفرماج ضروري غادي نفرق بالفرماج. انا خديت هذاك الفرماج اللي كيكون مستطيل ماشي ديال الساندويتش. نتوما الا بغيتو ديروا ديال الساندويتش كديروه، بغيتو ديروا هذاك المحكوك كديروه، يعني الاختيار كيبقى لكم. غير انا عندي هذاك اللي كيكون مستطيل قطعته على هذا الشكل هذا رقيق، هو اللي باش غادي نفرق هذيك الحشوه. صراحه هو كيكون معلق كيجي زوين، كيعطي واحد اللذه صراحه اللي هي زوينه. صافي كندير فوق منها الحشوه الاخرى. نحاول ان هذيك الورقه كنتمشى معاها حتى ما كتبقاش تبان لي هذيك الحشوه. صافي كنعرفها باش نتاكد بلي راه ما غاديش تخرج ليا. الا كتبان لكم الحشوه من الورقه في خصوصا من الجناب بزاف حيت كتفرقع، الا كتبان لكم من الاحسن يعني دوبلو الورقه. انا كنعطيكم زعما كاع النصائح اللي تقدروا تلقاو فيهم مشكل باش ما توقعوش فيه. صافي وغادي نرد ليه هذوك الجناب كاملين اللي كنت مخرجاهم، وكندهن بهذيك الزبده والزيت والتحميره. وضروري كندير البيض باش ما كتفرقع، باش ما كتنفخش ليا هذيك الورقه. نديروا البيض باش تسدوا هذوك الورق وما تنفخش. عندنا حنايا الغرض بهذيك البسطيله باش تجينا مقاده، يعني بحال الفوق بحال التحت. صافي من غادي نتاني نعاود ندير ليها الورقه من الفوق وغادي نقلبها. شوفوا معايا الشكل ديالها. بغيت نقول لكم ديما كنقول لكم على الطياب ديالها، الفران يكون سخون مزيان. مني نديروا البسطيله في الفران نقصوا عليها البوطه مهيله وتكون على الجهه الفوقانيه. صافي داك البسطيله ديما كتبغي الوقت. وعادي الا بغيتو تصيفطوها للفران كتصيفطوها للفران. الفران راه هو عارف الوقت ديالها. صافي كنحاول ندهن ثاني كما قلت لكم بالزبده والزيت والبيض. كنغلفها حتى ما كتبقاش تبان لي هذيك الحشوه. وما تخافوش منها، هذه ديال البخار راها كتجي زوينه بزاف، كتجي مقرمشه وكتجي لذيذه. كتشوفوا فيها يعني عمرت على حساب هذاك المول كامل باش كتجي عامره مزيان. انا خديت هاد اللاطه درت فيها هاد البلاستيكه هادي باش نقلبها باش كتجيني العمليه سهله. حتى هذيك المدوره تقدروا ديروا هاد العمليه. هذاك الشيء اللي كندير على شفتوا الفيديوهات ديال البسطيله ديالي راه غادي تشوفوا هاد الطريقه هادي كتجي سهله. صافي كنحاول نحيد المول كندهنها مزيان باش كنرجع عليها هذوك الجناب باش كتجيني كما قلت لكم كيف الفوق كيف التحت، ما كيبقاوش ليا هذوك التنيات غلاظ. كنحاول نجبدهم بهذه الطريقه هذه باش كيبقاو مزيانين مسرحين. وفيه الزبده والزيت، ومن الاحسن يكون الزيت اكثر من الزبده باش ما كتجيش رطبه، يعني باش تعطينا هذيك القرمشه الزوينه. هاد البسطيله اللي كتكون مالحه كنبغي انا ندير داك الزيت والزبده كنخلطهم مع شويه ديال التحميره غير بسطيله الحلوه. صافي نعاود نرجعها في المول ديالها. انا قلت نغير شويه نديرها في هذا المول الطويل، وانتم الاختيار كيبقى لكم. انا ملي كنشوف شي فكره وكنشوف شي وصفه وكنجربها وكتعجبني كنبغي نشاركها معكم. يعني باغا ناخذ واحد الباطوني غادي نتقبها كامله وغادي ندخلها للفران. وهي دابا ملي خرجتها من الفران شوف الشكل ديالها كيفاش كيجي. يعني صراحه راه كتبان كتشهي، المذاق ديالها راه لذيذ بزاف. زينتها بهاد الطريفات ديال الحامض ودرت لها هذيك الموتزاريلا محكوكه ورافقتها بهاد لي سيجار ديال البطاطا. انا غادي ننزل لكم فيديو ديالهم باش تشوفوه. صراحه اللي حتى هما كيجيو اكثر من رائعين. نشوفوا كيفاش الشكل ديالها جا، وهي راه جات لذيذه بزاف صراحه. غير جربوها ما غاديش تندموا عليها. خليتها تتقرمشات مزيان، يعني القرمشه فيها حتى من الداخل.
ملي كتكونوا ناقصين عليها البوطه راه كتطيب على خاطرها. ونتمنوا الفيديو ديال اليوم يعجبكم حتى هو، ونقول لكم السلام عليكم، الله يعاونكم.